مشاهدينا الكرام، رحب فيكم في برنامج جديد عبر قناة كويت سبورت، سوالف سبورت. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد ولغاية يوم الخميس. أنا وياكم محمد أكبر وزميلتي الجاز الجاسر. أحييكم وتشرف بمشاركة محمد أكبر بتقديم هذا البرنامج اليومي من مثل ما قال لكم محمد، من الأحد للخميس. بتكون مواضيعنا متنوعة وراح نتناول كل المواضيع اللي تهم جميع الفئات بالمجتمع، ومنها حتى الهبات الجديدة راح نتناولها وراح نغطيها. محمد، ايوه بلش محمد بالسيلفي. بلش سيلفي. ها بلش سيلفي، هذه الهبه اللي ما تبي تبطل. هذا اول صوره ناخذها سيلفي في البرنامج انا والجاز، وان شاء الله راح نستكمل من خلال حلقات كثيره في هذه الدوره، وان شاء الله راح نسلط الضوء اكثر واكثر واكثر على كثير من المواضيع والانجازات والابداعات للشباب والشابات الكويتيه. خلينا نسولف شويه ويا الجازي باشياء جانبيه مثل الهبات، انت تطرقت له، وهذه يمكن نقطه مهمه خاصه في هذا الوقت، ويمكن عشنا لفتره طويله. سيلفي، عصا سيلفي، حبتين كل يوم حركه. إيه؟ شنو الحلو فيها؟ شنو الحلو فيها؟ ليش صورت سيلفي انت؟ مع الهبه. لانها حلوه. مع الهبه. أوكي. اجمالا هي صوره السيلفي ترى فيها نوع من الخصوصيه، تخلي الواحد تخلي الواحد لما يشوفها يكون يحس كأنه قريب معاك، كأنه هو واقف وراك بالصورة، فيعني لطيفة. وبعدين ترى على فكرة مع السوشيال ميديا، برامج صحيح. السوشيال ميديا اللي موجودة، سناب شات، تبي انستغرام، تبي حتى البرامج الاديتنج حق الصور، تخليها تخصصي هذا، تخليها هبة ما تبطل. صحيح. انت لك بعد تسوي اديتنج، يعني قاص علينا بالانستغرام. لازم في كل شيء. هذه من الامور المهمة اللي مثل ما تطرقت لها الجاز. يمكن في نقاط اختفت. العصا ليش اختفت؟ العصا ما ادري، تصدق اختفت لانها يمكن مو عمليه. ما ادري، يمكن صاروا مستحيل كل واحد يشيلها تمشي فيها كنا فشلة. فشلة. مو شيء. المهم خلينا من الهبات الحين. اكيد شنو عندك جديد بعد؟ موضوع مهم وهو التغذيه والصحه. هذه اوكي، ما في شيء. لا شوف، انا ما قلت شيء. ما في شيء. ما ادري، نغزى علي يمكن. لا ايش تقصدين فيها؟ هذا اهتمام صار او توجه عند المجتمع الكويتي عموما بشكل عام. اذا تلاحظ محمد، وايد مهتمين بأنظمة الحمية، في عمليات الرشاقة والتخسيس، اللي هي مثلا تكميم والامور، تكميم وشفط وسحب دهون. هذا احنا نقول يمكن اللي ما يقدر يتبع اي عمليات الحمية او ما عنده إرادة في عمليات التغذية يتخلص من هذا. الإرادة هي العامل الأساسي. نعم. إذا تلاحظ إذا الإنسان ما عنده، ترى حتى عمليات التكميم، في بعض الناس يسوون عمليات التكميم وهم يسمنون. صحيح. يرجعون يسمنون لأنه ما في إرادة. ترجع لهذا اللي يعني خاص في تكوين الجسم. أنا واحدة أعرفها مسوية تكميم وسمنت، قالت لي المفروض ما يسوون لي العملية في بطني، المفروض يسوون العملية بمخي عشان تستمر. أنا فعلا ماني قادرة إن أنا أتخلص من هذه العادة. أنت إيش رأيك في عملية الاشتراك في الأندية الصحية؟ والله الأندية الصحية يعني شوف، أنا بالنسبة لي أنا مو راعية أندية صحية صراحة. أوكي. أنا مشي خفيف. حلو. ويعني أحاول إني أتبع حمية كثر جميل. ما أقدر، ما قاعد فيني بس لا، أنا برأيي إن الأندية الصحية يمكن إحنا نقولها لكم بأن النادي الصحي شيء بالعكس وايد مفيد، ولكان ولي وحق الجميع. النادي الصحي أكيد شيء مفيد، خاصة أن إحنا الوجوه الوجه الإعلام لما يطلع بالصورة لابد أنه يكون متزن بشكله، بصفاته، بطريقته، بجسمه، للشكل الأمثل على الشاشة. هذه بالإضافة لنقاط كثيرة راح نتناولها إن شاء الله. بس نقطة قبل لا ننتقل حق موضوع ثاني، شنو هو؟ الجانب التوعوي اللي ماسكته الدولة في هذا الجانب أو هذا الخصوص. صحيح. صراحة شيء يؤخذ بعين الاعتبار ونوجه لهم تحية، لأن بالفعل كل العمليات والأجهزة صحيح. الأجهزة بالدولة قاعدة تتابع هذا الموضوع وقاعدة توجه لنا رسائل توعوية أول بأول. حلو، هذه نقاط أنت ذكرتيها، لكن إحنا في هذا البرنامج بالتحديد سوالف سبورت راح نسلط عليه الضوء أكثر وبأمور دقيقة أكثر مع المختصين، زين، عشان يعطونا فيها الزبدة الصحيحة. وإحنا لما نقول الزبدة يعني نبي مخلص الحكي، وإنه فعلا الخلاصة ما قل ودل، ويعطيني زبدة اللي أمشي فيها بشكل صحيح. أكيد عنده مواضيع ثانية صح؟ بعد الفاصل نوقف فاصل قصير ورادين.
رجعنا لكم بعد الفاصل، ومثل ما قلنا قبل لا نطلع هذا الفاصل كنا نقول إن إحنا راح نسلط الضوء على كل المبدعين والمتميزين بقدر المستطاع من شباب وشابات هذا الوطن. اكيد ما شاء الله كثرهم وفي كل المجالات، وبرنامجنا يومي وراح نسلط على مثل ما قالت اكبر عدد ممكن، وما شاء الله اكيد الكويت ما تخلى شباب شابات، بستان مليان المواهب كثيره، وما شاء الله ان شاء الله في هذا البرنامج وبسوالفنا وبسوالف الضيوف راح يكون اكثر تميز ومتعه. وطبعا بعد هم ما ننسى فئه مهمه بالمجتمع محمد، فئه ذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح. اللي انا اسميهم او اعتبرهم ذوي المواهب الخاصه. ما شاء الله. لان ليش؟ لسبب واحد بسيط جدا، لان هم برغم اعاقاتهم صحيح وبرغم اللي هم متعرضين له، لكنهم تجاوزوا كل هذا ورفعوا اسم الكويت في المحافل الدوليه، واستطاعوا انهم ينجزون أكثر من الإنسان الطبيعي. تبارك الرحمن، الإنجازات تتكلم عنهم، ويمكن على مثل ما تفضلت الجازي إنجازاتهم يمكن حتى تطغى على الإنسان الكامل واللي عنده الأفضلية أنه يقدر ينجز، ولكن هم قادرين من خلاله. وأكيد هذا الشيء وأكثر 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 راح تتابعونه في سوالف سبورت معاي ومع الجازي. وهم بعد في نقطة لازم ما نغفل عنها يا محمد. شنو عندك نقاط واجد؟ أنا النقاط كلها عندي، لاحظت اليوم النقاط كلها عندي، بس اليوم. إيه تفضل. إنزين، النقطة مهمة هو الجانب الفني والأدبي والثقافي. هم عندنا من شباب الكويت مجموعة من الكتاب، نعم. اللي حصلوا على جوائز محافل دولية أيضا، وشعراء وأدباء. حلو. هم لازم نتعرف على تجربتهم، ولازم نعرف هم بعد يعني شنو نوع التجربة اللي خلتهم يتوجهون هذا التوجه. حلو. أو يتعلمون أنهم يبدعون في هذا المجال، أو شنو الظروف اللي تهيأت. أكيد أيضا راح نتعرف كل هذا من خلال سوالف سبورت. بس أنت أي مجال تميلي له أكثر؟ أنا أحب الإعلام. حلو. وأحب الله يسلمك الفاشن مثل أي بنت ثانية. جميل. ويمكن بعد هم أميل حق الميوزك. أوكي. بس أسمع بس ما أعزف. يعني مستمعة. قد مستمعة. كذا نكون موفين ومكفين. وأنت؟ أنا رسم وشوي متذوق ها؟ للموسيقى؟ لا للشعر. قليل يعني أسمع. ما كتبت وانت صغير؟ اكيد كتبت. لا حدنا بالسناب. نكتب شوي 10 ثواني بس 10 ثواني. تذكر نفسك يعني 10 ثواني بس. ترى يا جماعه يتذكر نفسه، يسوي روحه انه هو ما عرف الشعر. ما نعرف الا شوي متذوقين. اي هذا احنا تو الناس شويه فيه. العمر كله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. واكثر من المواضيع اللي بعد هم اللي راح نتناولها وراح نتكلم فيها. يعني اهم النقاط ان احنا في هذا البرنامج يعني قاعد نعطي فرصة حق ناس ممكن ما حالفهم الحظ أو ما حالفهم الوقت أو بالبروز إنهم يظهرون في برنامج أو يتكلمون عن إنجازاتهم، حتى ولو كان إنجاز يعني مو على مستوى دولي أو على مستوى، حتى لو كان على مستوى محلي منجز. حتى لما واحد ينجز حق شخصه هذا يعتبر إنجاز. أكيد هذا الشيء راح يكون في برنامج سوالف سبورت يوميا من الأحد لغاية يوم الخميس. اليوم حلقتنا كانت تعريفية ببرنامج سوالف سبورت، راح نطلع عليكم إن شاء الله يوميا في هذا البرنامج. كثرت وايد ها يوميا يعني يوميا. كثرت لا بس ما يخالف، عشان اللي ما كان يتابعنا من أول الحلقة وانضم لنا في نص الحلقة صحيح يعرف احنا عن شنو قاعد نتكلم. واتمنى ان احنا نكون وفينا وكفينا ان شاء الله، وفهمتوا الفكرة بشكل عام ان شاء الله. ان شاء الله من بكرة راح نبتدي وياكم مع يوم انا ويوم محمد حلقة دسمة ان شاء الله. راح نكون وياكم دائما وابدا في هذا البرنامج عبر قناة كويت سبورت. انا شاكر لكم محمد اكبر وزميلتي الجاسر. فما الله.